السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الزمالك يفوز بمباراة جيدة جدا، لعب قدام الاتحاد وقتالية شديدة عشان يتصدر الدوري، يفضل متصدر ما ينزلش، لأن عارف لو الأهلي طلع مش هينزل تاني. فالدوري يشتعل، الزمالك يشعل الدوري المصري 2026، وإن شاء الله الأهلي قادم بقوة الأيام القادمة مع المباريات اللي جاية. اللعيبة تحس شوية على دمها وتتفرج على الزمالك بتعمل ايه بعد كل المشاكل اللي هم فيها، وبعد ايقاف القيد واللعيبة والمستحقات والمشاكل اللي في الزمالك، وبيأدوا بالمستوى ده. لا بجد فعلا الزمالك تستحق التحية، لأن هم حاسين بالتيشيرت اللي هم لابسينه، ومش ومتصدرين الوقت بفرق 3 نقاط وكمان بفرق الأهداف. فيعني يخلي الأهلي شوية عنده دم، اللعيبة يخلي عندها شوية دم وتشوف الزمالك بتعمل ايه، وانت في الاهلي بتاخد كل مستحقاتك، ما انتش محتاج اي حاجة، بتاخد فلوسك في ميعادها، بتتدرب في حاجات اعلى مستوى، عندك كل حاجة متاحة ليك. انا مش عارف اداء باهت من النادي الاهلي على قد ما هو فاز قدام المقاولين الماتش اللي فات، لكن الاداء ما كانش قد كده، يعني اداء متوسط جدا، مش ده اللي احنا منتظرينه من النادي الاهلي. فيا ريت يبصوا على ماتش الزمالك عشان يحسوا شوية ان الدوري لو فضل كده هيبقى للزمالك، واحنا ما نتمناش كده، لان احنا اهلاويه وواخدين على اللي احنا دايما رقم واحد، الاهلي دايما رقم واحد. فاتمنى من الاداره تتحرك، وسيد عبد الحفيظ يتكلم مع اللعيبه ويحسسهم فعلا ان الدوري صعب السنه دي، الدوري صعب السنه دي، واتمنى ان هم يفوقوا شويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.